سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحم الله صديقنا الحبيب وراحلنا الغالي وفقيدنا العزيز دكتور محمد فؤاد شاذ. لقد كان عالما على ملء السمع والله، وكان صديقا قريبا جدا إلى قلبي، وما كنت قريبا جدا إلى قلبي. وتلاقينا وتجاهلنا في ندوات ومحاضرات داخل مصر وخارج مصر، فكان عالما علما عفو اللسان نقي ضمير، كان صافي القلب محبا لدينه بالحق، يدعو الى الله على بصيره بالحق، لم يجامل السلطه ولا السلطان، ولم يداهن احدا ايا كان، بل كان لا يخشى في الله لومة لائم. ولذلك اختار الله لرحيله الأيام المباركة التي يشد المسلمون فيها رحالهم إلى بيت الله الحرام، فيشد هو رحالهم إلى الملك الأعلى وإلى جنة الخلد وملك. رحم الله راحلنا الحديث وعالمنا الجليل، إني أبكي وأحتضر قلبي عليه، لأن فقدانه يمثل خسارة في الدعوة الإسلامية وفي العلم الديني وفي الكلمة والمنهج الوسطي الذي كان يؤدي راحلنا العزيز. إن فقد العلماء أيها السادة يمثل سنة في هذا الدين وفي صرح الدعوة الإسلامية، يمثل نصران الكبيرة، كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بخلق العلماء حتى إذا لم يبق عالم. وفي رواية للحديث: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا تكمن خطورة فقد العالم الذي نودعه اليوم، والذي رحل عن دنيانا إلى دار الخلد وملك لا يبلى. إن ربه سبحانه وهو أكرم الأكرمين ترك دنيانا الفانية المليئة بالفتن إلى أرحم الراحمين، ذهب إلى أكرم الأكرمين، إلى الجنة التي تناديه وتنادي أمثاله وتقول الجنان: يا رب إني بجمال الرسول حليت جيبي، وبنور النبي خرت عيوني، قد رواني بحوضه مورودي. رب إني فتحت بابي لعبد صار شوقا لربه المعبود. رب إني فتحت بابي لعبد صار شوقا لربه المعبود، لمقيم الصلاة والصوم طوعا، ولمن حج خير بيت عتيق، فيؤم الجحيم كل شقي ويؤم الجنان كل سعيد. ذاك حكم الإله حقا وعدلا، ليس ربي بالظالم بالعدل. رحم الله راحلنا العزيز الذي كان يمثل بمنهاجه وصفية الإسلام بحق. ما سمعناه افترى على أحد ولا هذا التراب على أحد، ولكن كان عفو اللسان، تحمل عبء الدعوة داخل مصر وخارج مصر بصدر الرحمة ونفس
نفس رضية وقلب مخلص لله، واليوم يكافئه ربه سبحانه وتعالى. أما هذه الدنيا فلا بقاء فيها لأحد، ولا بقاء فيها لزخارفها التي نرى الناس الآن يتسابقون ويتزاحمون ويفتنون عليها. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. رحمك الله يا صديقنا الحبيب، يا من كنت عفو اللسان، يا من كنت وسطي الدعوة، يا من احتليت المنابر ورفعت راية الله في الأرض، ما ابتغيت من ورائها جزاء ولا شكورا من أحد، ولا سعيت لمنصب من مناصب الدنيا الفانية التي سعى غيرك إليها، ولكنك كنت صادقا مع الله وصادقا مع الدعوة، فمن أجل ذلك يرعاك ربك ويستغفرك هذا الجزاء الوافر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك ولأمثالك. أما هذه الدنيا فقد كتب الله علينا الزوال والفناء، وتفرد وحده في الخلود والبقاء، لئلا يطمع أحد من خلقه في نعيم الدنيا ولذتها أو في زخرفها أو بهجتها، فقد وقت لكل نفس ميقات أجل لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم عنه أخرى. اللهم إن ضيوفك ضيوف الرحمن قد شدوا رحاله إليك، وهذا عالمنا الجليل شد رحاله إليك، فأكرمه بما هو يا رب العالمين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسكنه فتيحة النار، اللهم تغمده برحمتك. اللهم إنا جئناك سائلين وراجين وشافعين، فاغفر له وارحمه وأصله دار خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهلك. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، وأسكنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.